السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما ندخل على الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. بشكر الناس اللي دخلت عندي جديد في القناة، وان شاء الله فيديوهاتي تعجبكم. النهاردة هعمل معاكم وصفة سهلة كده وسريعة. عندي هنا أجنحة الفراخ غسلتها كويس جدا وصفيتها، وعندي صينية على النار سبتها تسخن جدا، وحطيت فيها شوية زيت وحتة سمنة صغيرة. تمام، هنزل بقى بالأجنحة اديها بس صدمة الأول. تمام، هديها صدمة وتاخد لون كده بس ذهبي، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. الأكلة دي سهلة جدا وسريعة، لما ببقى مش عارفة اعمل أكل ايه وزهقانة بعملها، والولاد بيحبوها، مبتاخدش وقت خالص. حطيت بقى شوية ملح، هحط بقى التوابل بتاعتي كلها، يعني حطيت ملح، هحط فلفل اسود وشوية بهارات، وهحط جنزبيل اهو، فلفل اسود، وحطيت شوية بهارات، ودول شوية جنزبيل. عندي بقى زعتر ناشف هحط عليهم برضو شوية، بيديها طعم حلو قوي. ممكن الوصفة دي تتعمل في الفرن برضو، ده الزعتر ممكن تحطي ده كله على بعضه وبعدين ندخلها الفرن. ساعات برضو بعملها كده وساعات كده، بس انا كنت مستعجلة وقلت بقى اعملها على طول وانا واقفة. يبقى الاول جبت الاجنحة غسلتها كويس جدا، وحطيتها على زيت سخن او سمنة اي مادة دهنية، هسيبها تسخن جدا وهديها صدمة تاخد بس لون، وهنزل عليها بالتوابل: ملح وفلفل اسود وشوية بهارات وشوية جنزبيل وشوية زعتر ناشف، لو مفيش زعتر مش مشكلة برضو. تمام، هي كده نزلت شوية مية وشربتها تاني. هنا بقى هحط معاها البصل. انا مقطعة البصل ده جوانح، بصلاية كبيرة يعني مش كتير، قطعتها ونزلت عليها. دي معلقة صغيرة من الصلصة المعلبة دي، بتديها برضو لون حلو. هفضل بس اشوح فيها شوية كده. هقطع معايا طماطم. تمام، قطعتها يعني كبير مش صغير، مقطعها كده. نزلت على البصل. هنا برضو معايا فلفل رومي وقرن واحد سبايسي، لا يعني انا حطيت واحد بس صغير، وقطعت فلفل رومي. تمام، الوصفة دي بتنزل بقى في الاخر صوص كده تقيل شوية، بيبقى تحفة جدا، نحط منه على الرز بيبقى جميل جدا. ممكن برضو نحط، ساعات بعملها بحط فيها بطاطس، يعني بقطع بطاطساية مثلا على اللي انا عملته ده، برضو بسويها كده من فوق بتبقى حلوة جدا. هنا نزلت بقى بشوية مية وهغطي عليها، اسيبها بقى تستوي براحتها، تغلي بس كويس وبعدين اوطي عليها تستوي وتبقى جميلة جدا. حلة تانية بقى حطيتها على النار فيها شوية زيت. تمام، بصلاية صغيرة مقطعها مكعبات، هشوح فيها بس كده تدبل. تمام، هنزل بقى بالتوابل بتاعتي: ملح وشوية كركم. تمام، وشوية بهارات وشوية جنزبيل. ملح وكركم وبهارات وجنزبيل، ده على البصل. هشوحهم برضو شوية كده مع البصل. ده الجنزبيل، ساعات برضو بحط فيها زبيب بس انا ما عنديش دلوقتي.
بشوح برضو في الزبيب كده مع البصل والتوابل دي، وبعدين بنزل عليهم بالمية والرز. هنا بقى دي مية مغلية نزلت عليهم. تمام، المية بس تغلي وهنزل بالرز يغلي، وبعدين هوطي عليه واسيبه يستوي براحته. الاكل النهارده سريع جدا ومش واخد معايا وقت خالص، يعني ما ببقى مستعجله بعمل اي حاجه من السهلين دول يعني، والولاد بيحبوها. كده انا نزلت بالرز، سبته طبعا يغلي ووطيت عليه. هنا كان الرز استوى خلاص، وهنا برضو الاجنحه تمام. ده شكلها في الاخر. طبعا منزله صوص تحفه، وان شاء الله الاكله دي تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.